السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي اسعد حال. جايه لكم النهارده نكمل الواقعة بتاع امبارح وحوارات الستات اللي ما بتخلص. والله ما بتخلص. الستات دي خربت الدنيا وخربت الكون وخربت الكرة الأرضية. ايوه. انت مش ست يا حاجة. انا ست وزي الفل. المشكلة يعني ما انا ممكن اكون خاربة الدنيا برضه ومحدش ومحدش يعرف. ما احنا بنطلع مثاليات وكلام وأقوال، وتيجي تدور على الواحدة في بيتها تلاقيها منيلة بستين نيلة. ورب الكعبة زي ما بقول لكم، اللي بتشوفوه اللي بتشوفوه حاجة والبيوت حاجة تاني. محدش يمسك مراته ويقول له بس شايفة المرض ايه. لا مؤاخذة يعني، شايفة الستات، شايفة مش عارفة ايه. طب ما تروح تشوفها في بيتها. وست شوف الراجل ده مش عارفة ايه طب ما تروح تشوفه في بيته. ما تروح تشوفي في بيته برضه. بلاش الحكم غيابي. بلاش. هتطلعوا خسرانين. البيوت كلها واحدة. مش هتفرق معاهم غير المادة اللي هي مريحة الناس، اللي هي مريحة. انما الجوهر واصله كويس مش هتهمه مادة ولا غير مادة. ما مش هنتوه من بعض. تعالى نرجع للواقعة بتاعتنا وبعد كده ايه نخش في الكلام اللي الكل عارفه ده. الواقعة بتاعتنا اللي هي بتقول ان الستات كلها او معظم الستات ممكن تعيش من غير راجل وبس اديها فلوس وتطلع وتدخل، عايزه الحريه العامه. انا مش عارفه حريه ايه اللي عايزينها تاني دول. انا مش عارف. برضه هعك خلينا في موضوعنا. المهم ما طولش عليك وقولي طولي. المهم الست دي اللي هي هربت من اهلها، من والدها. التي زي ما قلنا ان دي متجوز، ابوها متجوز خالتها. فهربت منه وراحت خدت شاب من الشارع اللي وراهم وقالت له انا عايزك كذا كذا تكتب عليا وعايزه اتجوزك. فخدها كتب عليها في الشغل. انتوا عارفين ايه الجزء الاول. المهم بعد ما دخل بيت ابوه وامه شافتها وطبعا فوجئت والكلام ده كله. فالمهم امه قعدت الولد في الاوضه التانية وخدت البنت قعدتها معاه. عرفت منها التفاصيل وهي البنت كانت كدابه، خلي بالكم. المهم الام ما عجبهاش الحال. زي اي ام كويسه عاجله بتعرف تحكم الامور. صعب عليها البنت. هي كان الام دي ما كانش معاها غير صبيان بس. صعب عليها الحال وصعب عليها العار اللي ممكن الاب يركبه بين الناس. فراحت بكل بساطة لبست وراحت للناس دي وخبطت عليهم. يا ابو فلان انا ام كذا 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 وبنتك عملت مع ابني كذا كذا كذا. انا مش هقول لك شرط ومش شرط، انا كده كده ابنك كتب ابني كتب عليها وهي دلوقتي مراته، وانا ممكن ما اقولكش وعادي خالص. وابني اتجوز واحده ببلاش وما كان هيكلف وكان هيجيب وهيعمل. ابني خد واحده ببلاش. يا بخت من قدر يتجوز في الزمن ده. يا بخت من يقدر يتجوز في الزمن ده. الراجل استغرب. فوجئ بمصيبة جت على دماغه. بعد عنكم كارثة ومصيبة ما فيهاش كلام تاني. بنتي تهرب وتروح تتجوز من ورايا، ويا ريتها تتجوز عند حتى مأذون طبيعي ولا لا. دي راحت يعني كتبت في البندر او النقطة بمعنى صح. ويا فلان انا جايه لك كأم وحاسه بيك. فممكن نعمل فرح قدام الناس وعلى ان انا جيت طلبتها انا واخواتي والكلام ده كله وناخدها معززة مكرمة قدام الناس عشان دي بنتك. انا عن نفسي مش هاممني. ده ابني راجل جوز طلق مش مشكلة عندي. بس انا بصل ليك انت ولولادك والكلام ده كله. انت عندك بنات وعندك شباب والكلام ده كله والعار هيركبك. ده طبعا ما جالتش بالصيغه دي بس جالت له بطريقه كويسه. قال لها بصي انت تشكري وكلامك على عيني وراسي، بس انا ماليش بنات، بنتي ماتت وعليا كذا وكذا، ما تخش بيتي ولو دخلت بيتي هموتها. خلاص مش اتجوزت يا ستي وانتوا ناس احسن مننا وربنا يبركوا بيها. بس انسي ان هي ليها اب او اخوات او تخش البيت ده تاني. الست طبعا صدمت. بدل ما تلم الدنيا
وبدل ما نعمل منظر قدام الناس عشان عيب ومش تعمل كده. طبعا هي مش هتقعد تتحنن عليه، انت براحتك بقى خلاص، انا عملت اللي عليا. وفي نفس الوقت برضه هي ما يعني ايه، يعلم ربنا بظروف الناس. تاني حاجة ان الشاب لسه يعني متخرج جديد، ولسه وراه جيش، ولسه وراه ملاوي منيلة، يعني برضه مسؤولية عليها. حبت يمكن من تحت لتحت ان ابوها ياخدها ويريحها، الله اعلم بالنيات، يعلم ربنا. المهم لبستها هي وابنها، ابنها اللي عمل 7 رجالات وغضنفر واتجوزها وعمل راجل والكلام ده كله. دي كانت جوازة مجندلة ب60 نيلة. الولية دي عاشت في البيت وقعدت معاهم والكلام ده كله، وحملت وربنا عطاها ولد والكلام ده كله، وولد تاني وبنت تاني. المهم بعد ما ربنا عطاها ورزقها واشتغلت، وكانت لسه يعني هي مدرسة جديدة والكلام ده كله، وبقيت لها وضع كويس في المدرسة. المهم زعلوا في مرة من المرات، ويحكي الحاكي ان هي كانت تقعد تتفرج على التلفزيون، وحماتها هي اللي تخدمها وما كانتش برضه حماتها تتكلم وتراعيها وتقول ولية زي بعض هتروح فين والكلام ده كله. الله يبارك لها. يحكي الحاكي ان الست دي جت زعلت، اتخانق فيها جوزها وضربها ضرب مش كويس وزعطها والكلام ده كله. ما لقيتش ملجأ غير مين؟ اهلها. بعد 5 6 7 سنين، ايوه، ما انت مالكيش غير اهلك، رحت ولجيتي مالكيش غير اهلك. راحت بيت ابوها. طردها؟ لا ما طردهاش، خدها. بس عمل فيها ايه؟ قعدها على السطوح في عشة الفراخ. اه والله، بقيت محبوسة في عشة الفراخ فوق. مراته ولا اخواته يطلعوا يرمولها الاكل وينزلوا. خلصت القصة على كده؟ لا لسه. بعد ما كانوا بيرمولها الاكل والدنيا والدين والكلام ده كله، طبعا جوزها عايزها وعايز يصالحها، مش هيستغنى عنها. المهم انا بس بختصر لكم الكلام. اللي بتقول مش عايزه اتجوز ومش عايزه مش عارفه ايه ومش عايزه اتهبب، المهم شوفوا المصايب السوداء. المهم راحت البنت، واحده من الجيران